نادي النصر السعودي بيعمل حاجات غريبة جدا وبيوسع عقليات السعودية وعقليات الدوري السعودي كله. يعني بعد ما ضموا كريستيانو رونالدو ما اكتفاش النصر السعودي بكده، لا لا لا، ده كمان اتواصلوا مع مودريتش للانضمام للنادي، لكن مودريتش ما رفضش الموضوع، لكن اجل الموضوع لسنة 2024 لتجديد عقده مع الريال لمدة سنة كمان. وبرضه عرضوا عرض غريب جدا ان نادي النصر بيطلب سيرجيو راموس لاعب نادي باريس سان جيرمان، والصفقة دي شبه محسومه بنسبه كبيره جدا، خصوصا بعد ما نادي باريس قرر عدم التجديد مع راموس. ولو نادي النصر اتم الاتفاق ده مع راموس حقيقي، بكده هتكون القيمه السوقيه للنصر السعودي اكبر قيمه سوقيه في قاره اسيا كلها. ده بالاضافه ان نادي النصر بيطلب ضم اللاعب كانتي لاعب نادي تشيلسي، لان اللاعب ما عندوش اي اعتراض للعب في الدوري السعودي، وان برشلونه برضه بيطلب ضم اللاعب، لكن القيود الماليه للنادي مش في صالحه لاتمام الصفقه دي. واخيرا نادي النصر بيرفع لاعبه الكاميروني ابو بكر من القايمه علشان يقدر يأيد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لان نادي النصر بيمتلك 7 لعيبه محترفين، وكان لازم يضحي بلاعب علشان يضم اللاعب الجديد. وتم نهائيا مخالصه اللاعب الدولي بعد المباراه اللي جمعت ما بين نادي النصر ونادي الطائي، وهتكون اول مباراه يشارك فيها رونالدو هتكون يوم 22 يناير ضد نادي الاتفاق على ملعب مرسول بارك، بسبب ايقافه مباراتين من الاتحاد الانجليزي بسبب اعتدائه على مشجع نادي ايفرتون. وبخصوص نادي قادش الاسباني، رئيس النادي بيقول انه سعيد جدا بتعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو اسطوره الكره البرتغاليه، ونادي النصر اللي بتربطنا بيه توأمه. وبرضه بيقول انهم هيستدعوا فريق النصر الاسبانيا علشان يتدربوا ويلعبوا مباريات وديه ما بينهم في تحضيرات الموسم الجديد، وان نادي قادش اول نادي اسباني يعمل توأمه مع نادي من المملكه العربيه السعوديه، وان اختيارهم كان كويس جدا انهم يعملوا توأمه مع نادي اصبح دلوقتي بيضم لاعب عالمي زي كريستيانو رونالدو. والاهم من ده كله، انا محمد اشرف.